ودي أفهم كيف يشوف، هل تملك عيونا لا نملكها؟ كيف يشوف، متى يفكر، كيف يمرر من وسط الزحمة يصنع لك فرصة. صانع في فترة قل فيها الصانعون المبدعون. لمسة يا أخي، أنت كيف تلعب، كيف تلعب. من أين أبدأ حكايتي هذه، ومن أي فصل ستكون خاتمتها؟ للاعب بقدر ما أفرح الكثيرين أبكى جموعا آخرين، شوقا لأيام عدت، لزمن جميل لم نشهد بعده مثيل، وإن شهدنا فالزيري سيبقى خير دليل. جواد الزيري، أو كما يلقب بكريستيانو العرب، لا يختلف اثنان في كونه أحد مواهب كرة القدم المغربية والعربية، بل كاد يصل للعالمية لولا الحظ العاثر الذي وقف في وجه اللاعب. حصان جامح من الصعب ترويضه، وقلب أسد أدهش ملايين الساحرة المستديرة بفضل فنيته ومراوغته الرائعة ودقة لمساته السحرية وفق الأصول، لطالما أمتع الجماهير المغربية. مسيرة الدولي المغربي صاحب 33 عاما لم تعرف الكثير من الاستقرار بسبب ترحاله الكثير للعديد من الأندية الأوروبية والخليجية، ما أثر سلبا في مشواره رغم إمكانياته الهائلة. انطلاقاته كانت من الدوري الفرنسي، حيث لعب لفرق غونيون ونونت، ولعب أيضا في فريق شاسلي المنتمي لأحد الأندية الهوة في فرنسا كآخر فريق فرنسي يلعب معه، وسبق له اللعب لفريق سوشو أين انفجرت مواهبه مع هذا الفريق، وأصبحت الجماهير الفرنسية على مختلف أطيافها مغرومة بهذا اللاعب وبأهدافه العجيبة ومراوغاته البديعة وكذا انطلاقاته السريعة. أصبحت الأضواء مسلطة على الزيري من جديد، ووجد البعض الفرصة للمقارنة بينه وبين كريستيانو رونالدو، ليقرر الانتقال بعدها للخليج، وبالضبط من بوابة اتحاد جدة السعودي بقيادة المدرب البرازيلي زيكو الذي وصف اللاعب بالمبدع. ورغم هذا فقد تراجع مستوى اللاعب وتعددت إصاباته ولم يعد مرغوبا به في الفريق. هذا الأمر جعلت معنويات اللاعب النفسية سيئة للغاية، لتكون بذلك المحطة السيئة في مشوار اللاعب الذي قرر الرحيل عن النادي حتى تعود إليه الثقة والمتعة في كرة القدم، لتتم إعارته إلى الدوري اليوناني أين لعب لفريق أستيراس تريبوليس اليوناني، ليبدأ معها مرحلة جديدة في تحقيق أحلامه المؤجلة، لكنه لم يجد ضالته مرة أخرى، لتتم إعارته مرة ثانية إلى الفريق الشهير أولمبياكوس، حيث استطاع استرجاع مستواه وتوج معه بلقب البطولة اليونانية. كما لعب لأحد أندية قبرص وشارك معه في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي، وكانت للاعب تجربة لم تكلل بالنجاح مع فرق بوافيستا البرتغالية وكذا فريق بلد الوليد الإسباني. لعب الزيري مع المنتخب المغربي أزيد من 33 مباراة، سجل فيها قرابة 10 أهداف، لعل أبرز أهدافه الذي سجله ضد المنتخب الجزائري عندما راوغ الحارس وسجل هدفا على بعد 39 متر، وذلك في منافسات كأس إفريقيا عام 2004. غاب الزيري وغابت معه النجومية، وكان بالأحق رمزا ومرادفا في قاموس الرياضة لكل معاني المتعة، الإثارة والإبداع. يسدد ليسجل، ويسجل ليحضر، ويحضر ليبدع، ويبدع ليتأنق، ويتأنق ليتعلق، وتتعلق به جماهير عاشقة افتقدت لاعبا بحجم الزيري. فأنا الذي نظر العاشق إلى قدمي، وأطربت مراوغات من به عقدي، ووصلت أهدافي لمن يعشق الطرب. أنا الجواد كبيرهم على صغري، أنا الزيري عارض المتعة في عالم القدم. فاسألوا المغاربة عني وهم من قالوا إن كان الإبداع رجلا لكنت له عنوانا واسما بالبند العريض. وفيه يقول الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه: المفكر إذا أراد أن يكون مفكرا يجب أن يكون قادرا على جعل الأشياء أبسط مما هي عليها. هكذا يفعل الزيري. الأماكن كلها محتاجة لك، مشتاقة لك. غياب كان مؤثر في الفريق، في الوضعية، في الحضور الجماهيري. أو يترك مثل هذا، أو يترك مثل هذا؟ يا الله.